البداية طبعا بالخبر الهام الظاهر أسفل الشاشة، حيث كشفت مصادر أمنية لتلفزيون النهار أن عناصر أمن ولاية غرداية نجحت في تفكيك شبكة دولية لتجسس لصالح الكيان الصهيوني، وهي مكونة من 10 أفراد ومن جنسية ليبية، مالية، إثيوبية، ليبيرية ونيجيرية وكذا كينية وغانية. وعلى إثر العملية حجزت عناصر أمن ولاية غرداية معدات حساسة ووسائل اتصال جد متطورة كانت تستعمل في الجوسسة لصالح الكيان الصهيوني. هذا وأمرت محكمة غرداية بإيداع أفراد الشبكة الحبس المؤقت بتهم التجسس وخلق البلبلة والإخلال بأمن الدولة. لتفاصيل أوفى نربط الاتصال مباشرة بموفد تلفزيون أو مراسل تلفزيون النهار بولاية غرداية عاصم بخاري. مساءك سعيد عاصم، هل من تفاصيل أكثر حول مجريات التحقيق حول هذه الشبكة؟ تفضل عاصم. مساء الخير زميلتي ولجميع المشاهدين. نعم، أمن ولاية غرداية تمكن من تفكيك هذه الشبكة، شبكة الجواسيس الدولية التي تتكون من مهاجرين أو رعايا من 7 جنسيات، من بينهم جنسية عربية وهي جنسية ليبية. التحقيقات في هذا الموضوع أو التحقيقات المعمقة تتم على قدم وساق، حيث تم إرسال كل الأجهزة إلى مخبر الشرطة بالجزائر العاصمة لأجل التدقيق في هذه المعدات الحساسة جدا. أيضا أن هذه الشبكة كانت مهمة حسب المعلومات الأولية، أن مهمتها كانت لأجل التقاط صور حساسة ولأجل أخذ معلومات هنا من ولاية غرداية وإرسالها إلى شبكة أخرى في خارج البلاد لأجل استعمالها في مواقع التواصل الاجتماعي وبث البلبلة والإخلال بأمن الدولة هنا في ولاية غرداية. عاصم بخاري، حسب المعلومات التي تتوفر لديك حول هذا الملف، كيف كانت تنشط هذه الشبكة وهؤلاء الرعايا على أي أساس كانوا ينشطون ويعني في ولاية غرداية؟ نعم، هؤلاء الرعايا قدموا إلى ولاية غرداية على أساس أنهم مهاجرين أفارقة، بالإضافة إلى رعايا ليبيين هنا في الولاية كانوا يعيشون بصفة عادية، واستغلوا القرار الجزائري الخاص بالسماح للرعايا الماليين للنشاط هنا في الولاية، وذلك لظروف إنسانية أو في الجزائر كاملة لظروف إنسانية. أقول أن هؤلاء الرعايا الأفارقة الذين انتشروا في مناطق مختلفة وكانت لهم اتصالات تمكنت مصالح الأمن من كشفها مع بعضهم، لأنهم عادة ما كانوا يلتقون في مناطق يقومون بالالتقاء فيها بخلسة أو كما أقول. هذه النقطة عاصم، كيف تم الاكتشاف، يعني كيف تم تسريب المعلومة بأن هذه المجموعة بحد ذاتها تقوم بعملية التجسس؟ نعم، هؤلاء البداية انطلقت بعد توقيف أحد الرعايا الأفارقة الذين كان يقوم بتصوير مناطق أو مقرات حساسة هنا بالولاية. إن تم توقيفه وتم البحث في تفتيشه ليتم العثور على وسائل اتصال حديثة. من هنا انطلقت العملية ليتم الوصول إلى باقي أفراد الشبكة كلهم، وهم من 7 جنسيات و10 أفراد. اتضحت الصورة. عاصم بخاري مراسل تلفزيون النهار بولاية غرداية، جزيل الشكر لك على كل هذه التفاصيل.